يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب. مرحبا بكم هنا في المباراة التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة. ومن خلال أحداث هذه المواجهة قبل الأخيرة في الدور ربع النهائي، والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها معلقة ما بين أقدام أسود الأطلس في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، من أجل الوصول إلى الدور القادم وتسجيل أبرز إنجاز عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم. المغرب اليوم بألوانه التقليدية المعروفة يبدأ بياسين بونو في حراسة المرمى أمام نايف كيرد، يومين سايس، أشرف حكيمي في الجهات اليمنى، ونصير مزراوي في الجهات اليسرى. أمامهم سليم أملاح الذي يعود إلى التشكيلة الأساسية بديلا لعبد الحميد صابيري، وبالإضافة إلى سفيان مرابط وعز الدين وناحي يتواجد سفيان بوفال، حكيم زياش ويوسف نصيري. هذه خيارات المدرب وليد الرقراقي من خلال مباراة اليوم وفي أحداث هذه المواجهة، بينما في الجانب المقابل بالنسبة للمدرب الإسباني لويس إنريكي بعض الأمور التي يعني عليها علامات الاستفهام في قناعات واختيارات المدرب الإسباني، بحكم أن اليوم رودري يلعب في قلب الدفاع بجوار إميريك لابورت، وفي الجهات اليمنى يتواجد ماركوس يورنتي لاعب اتلتيكو مدريد، اليوم لاعب خط الوسط يلعب في مركز الظهير، وفي الجهات اليسرى يبدأ أساسيا جوردي ألبا، وخلف كل هؤلاء حارس مرمى اتلتيك بلباو اوناي سيمون، وامامهم كل من ثلاثي خط وسط برشلونة. امامية تصل الى بيدري، يبحث عن مساندة امامية من بيدري، الان اولمو يبحث عن السيطرة والاستحواذ، لكن ايضا تغطية دفاعية من القائد رومن سايس يتواجد في المكان المناسب ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تعود لمصلحة. الكثير من التفاؤل، كرة بمحاولة مغربية ملعوبة في الجهات اليمنى، البحث عن عرضية وصلت إلى حكيم، طالت على زياش وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. مشجعين هنا في منافسات بطولة كأس العالم. كرة بمحاولة الآن يبحث عن التقدم ماركوس يورنتي، لكن كرة لاعب أتلتيك بلباو، أتلتيكو مدريد، لاعب أتلتيكو مدريد يورنتي الحاضر من خلال مباراة اليوم في التشكيلة الأساسية للمدرب اسبانيا إلى نهائيات كأس العالم على حساب المنتخب المغربي. والمباراة الثالثة ما بين المنتخبين كانت في كأس العالم الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. خالد بوطيب تقدم، إسكو تعادل، يوسف نصيري تقدم، وفي الوقت بدل الضايع، في الوقت بدل، لكن المنتخب المغربي في مرتدة، محاولة تصل إلى سفيان، يبحث عن المرور والتقدم، صافرة وخطأ خطأ 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 يأتي بقرار من فرناندو راباليني، قرار يأتي من فرناندو راباليني الحكم الأرجنتيني. هذه الكرة والمحاولة هنا السقوط في أرضية الملعب والاقتراب من المرمى، خطأ عن طريق أشرف ولا عن طريق حكيم؟ أشرف ولا حكيم؟ حكيمي يلعبوه، أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى، لكن كرة تعالت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى الأفريقية عندما سجل في ذلك اللقاء. هو أسرع ياسين، أسرع يا ياسين، أسرع يا ياسين. أنا أتمنى لا يتم يعني التعامل بمحاولة الآن في الجهة اليسرى تأتي عن طريق نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، لكن عند حارس المرمى اوناي سيمون سيطر على كورته بالشكل المطلوب، وحظا على كورته. هنا الجماهير المغربية في مدرجات ملعب المواجهة تشجع، توازر، تهتف وتصرخ وتبحث عن امل، وبكل حكيم زياش يبحث عن التقدم والمرور، يبحث عن عرضيه، يلعب الكرة العرضية، لكن ايضا تصطدم
وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. شوف المرور، شوف وداه للدوحة، وداه للوكرة، مو بس للدوحة. في الأدوار الإقصائية في دور ال16 بعد المرة الأولى نتمنى بأن تكون النتيجة أفضل. كرة بمحاولة خطيرة. لا 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 لا. راية موجودة والتسلل، لكن محاولة خطيرة جدا. وأعود وأكرر وأقول فلنحذر من مثل هذه الأخطاء، خطيرة جدا. لكن أيضا في منتخب بلاده، وبالمناسبة هدفين فقط. كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب الإسباني وتسديدة من ماركو أسينسيو، لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. هذه الكرة والمحاولة من ماركو أسينسيو، تمريرة مثالية جدا وصلت إلى أسينسيو وتسديدة بالقدم اليمنى، لا وصلت إلى فيران توريس، تخلصت، عودت لمصلحة المنتخب المغربي، تسديده حلوة من نصير مزراوي بالقدم اليسرى، لكن أوناي سيمون عدل السلبي لا زال مستمر. شاهدنا أوقات إضافية للمرة الأولى في الدور ثمن النهائي عندما ذهبت مباراة اليابان وكرواتيا إلى وقتين إضافيين، ونجحت كرواتيا من التأهل إلى الدور الثاني. في أي بطولة أخرى كرة بمحاولة ملعوبة الآن، لكن تغطية عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة عرضية خطيرة، لا زالت مستمرة، وصلت إلى سفيان. لا 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 لا. يا الله على كرة في غاية يا نصير، عرضية يا نصير، راسية يا يوسف، راسية ضاعت على المنتخب المغربي. هذه الكرة ياسين بونو تلعب بشكل سريع، تعود المحاولة عن طريق بيدري الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. يبعد الكرة والخطر، ومع الكرة يعلن حكم المباراة راباليني نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني بالصوت والصورة. الآن أعود للزميل راشد المهندي وضيوفي في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين متابعينا أينما كنتم، مرحبا بكم مع بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة منتخب المغرب مع المنتخب الإسباني هنا في الدور. ثم تذكر على تشكيلة المنتخب المغربي في مباراة اليوم، ومن خلال فيران توريس. هذه الأسماء لا تغييرات الآن بانتظار معرفة الأوضاع في شوط المباراة الثاني. على نسبة السيطرة والاستحواذ اسبانيا كانت افضل من المغرب في الشوط الاول، لكن من ناحية الوصول الى المرمى والتسديد كلامنا امنياتنا بكل تأكيد بتأهل المنتخب المغربي الى الدور القادم وتسجيل، لكن في التوقيت المناسب. رودري في المكان المناسب، تعود الان خطيرة. هذه الكرة، هذه المحاولة، يو أوناي سيمون كان قريب جدا في اللقطة الماضية يوسف نصيري، لكنها تكون يعني قريبة من أول أهداف اللقاء. كرة أبعدت عن طريق أشرف حكيمي، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة جابي. مدرسة بوسكيتس. شوف الكرة، شوف المحاولة الماضية، وشوف الالتحام اللي كان ما بين أساسي للاروخا، اللون الأساسي، بينما في الجانب المقابل أيضا المنتخب المغربي بألوانه الأساسية بالنسبة لأسود الأطلس، الأحمر والأخضر هي ألوان منتخب المغرب وألوان علم المغرب، والتي نتمنى بأن تواصل وتمضي قدما إلى الأدم. رومين سايس يعلم تماما بعدما لعب في أكثر من مرة ضده. هنا الكرة والمحاولة عن طريق من؟ داني أولمو، تسديدة تأتي، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكرة والمحاولات الماضية. ياسين بونو
هذه الكرة والمحاولة كانت عن طريق لاعبي لايبزيج الوحيد اللي موجود حاليا في تشكيلة المنتخب الإسباني. ربع ساعة على بداية الشوط، ربع ساعة على بداية الشوط، لكن إلى الآن الأمور مستمرة بالتعادل. شوف جمهور المغرب في المدرج، شوف جمهور المغرب في المدرج، يا سلام أي ملحمة تلك التي يسطرها أبناء المغرب. المغربي وصلت إلى سفيان مرابط، وصلت الآن عن طريق حكيم زياش، ينطلق في الجهة اليمنى، يلعب الكرة عن طريق من؟ لا 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 لا, لا. عز الدين أوناحي، عز الدين أوناحي يلعب كرة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية ملعب. جوردي ألبا ساقطا في أرضية الميدان، ولويس إنريكي يستعد لإجراء أول تبديلاته، يستعد لإجراء أول تبديلاته فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن خطيرة، وصلت إلى الفارو موراتا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة، والكرة بعد ذلك وصلت إلى أرضية الميدان كتبديل ثالث في تشكيلة المدرب لويس إنريكي. أشرف حكيمي، سلامات صافرة موجودة وخطأ، وبطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء تظهر على إيميليك لابورت، البطاقة الصفراء. لا أعلم إذا ما كانت الأولى في هذه المواجهة. هذا التدخل من لابورت على حكيمي، وسقوط لاعب البي اس جي في أرضية الملعب. وبعد ذلك وصلت إلى جوردي ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. وبعد ذلك إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى بعد تسديدة من أولمو. هذه الكرة العرضية الماضية والتسديدة من أولمو، داني أولمو، لكن إلى خارج أرضية. ثم بعد ذلك الانتصار أيضا بهدفين على المنتخب الكندي. كرة عرضية خطيرة جدا، لكن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى ركلة أو رمية تماس. هذا نيكو ويليامز 20 سنة. شتيرا يستعد بكرة محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية للمنتخب الإسباني. هذه الكرة بواحدة مرتدة يا موروكو، أمامية خطيرة ملعوبة، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى رمية تماس. هذه الكرة، شوف التمريرة من نيكو ويليامز، وصلت بعد ذلك إلى الفارو موراتا، ومراتا من أشرف حكيمي، عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. وليد شتيرة، ماذا لو هياها للخلف؟ هذه الكرة وهذه المحاولة للخلف يا شتيرة، للخلف يا شتيرة، فهنالك من كان ينتظر، لكن بعد ذلك يأتي التدخل والإبعاد. هذا المكان لا يمكن أبدا، لا يمكن بأنك تأخذ الكرة وتمررها على راحتك وتأخذ وقتك فيها. خلص على طول. الآن لويس إنريكي يعلم تماما بأنه إذا ما ذهبت الأمور إلى الأوقات الإضافية المنتخب المغربي. حلوة الكرة، وصلت في الجهة اليمنى. أوناحي مر يا أوناحي، مر يا أوناحي، طالت على عز الدين الإسباني. خطيرة من الفارو موراتا، واحد على أولمو، راية وتسلل يبدو على الفارو موراتا. حديث ما بين ياسين بونو وسفيان مرابط. هذه الكرة والمحاولة هي للأمانة لا وجود فيها للتسلل إلا إذا كان. المباراة الثانية لا زلنا بنتيجة التعادل السلبي. الكرة الآن بخطأ لمصلحة المنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية طالت إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كانت عن طريق اللاعب الفارو موراتا، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى، 5 دقائق ستضاف إذا ما ذهبت إلى وقتين إضافيين، فبحول الله
أوناي سيمون كاد أن يخطئ أوناي سيمون في هذه الكرة من أمام الزلزولي. صافرة موجودة وخطأ. محاولة للمنتخب الإسباني ملعوبة داخل منطقة الجزاء. بونو، الله عليك يا بونو، الله عليك يا ياسين بونو. انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت بدل الضائع وانتهى شوط المباراة الثاني بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. أوقات مرور من سفيان مرابط يلعب الكرة أمامية لا وجود فيها للتسلل. محاولة تسلل الآن، التقدم يأتي. وليد شديرة هذه الكرة والمحاولة، ويبدو بأن هنالك راية أيضا إسبانيا، لكن بحول الله قادر المنتخب المغربي على الصمود. عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب. جواد اليامق يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة الماضية. علت لم تصل بالشكل المطلوب على رأس موراتا. اللاعب اللي هو باقي الكرة المحاولة خطيرة من موراتا وبعدت في التوقيت المناسب وتمتد إلى وقتين إضافيين. عرضية نزلت مستمرة وقائمة خطيرة. تسديدة تأتي والتصدي وبعدت في التوقيت المناسب محاولة أمامية الآن من رودري. بونو يجب أن يكون التفاهم موجود ما بين بونو وما بين جواد اليامق يتدخل ويبعد الكرة الماضية، ثم بعد ذلك المدافع الإسباني خلصها إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى المنتخب المغربي هنا في هذه المواجهة. كرة بتسديدة من هذه المسافة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب. رودري حاول أن يسدد من هذه المسافة البعيدة، لكن كرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى ركلة مرمى. الجماهير الإسبانية الجماهير كرة محاولة مرور الآن مثالية جدا لمصلحة المنتخب المغربي. وصلت جول. الله يا شديرة على فرصة في غاية الروعة. خطيرة جدا من وليد شديرة، لكن حارس الركنية داخل المنطقة. ياسين في التوقيت المناسب. لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة وبعدت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى رمي التماس. أعتقد معها يجب أن يطلق حكم المباراة الأرجنتيني. نعم، صافرة نهاية أحداث شوط المباراة الإضافي الأول واستمرارية التعادل. لا تروح في سقوط في أرضية الميدان. حكم يشير بالاستمرارية، لا وجود الخطأ، لكن الكرة ملعوبة أمامية طالت على أنسو فاتي. وصلت إلى ركلة مرمى. هذه الكرة من سولير تحولت إلى خارج أرضية الملعب. كارلوس سولير صاحب 25 سنة لاعب باريس سان جيرمان هو اللي يلعبها في الجهة اليسرى. روح يا وليد. يا الله يا وليد. أو هذا هذا وليد شديرة. يا الله يا وليد. إسبانية الآن خطيرة عن طريق الفارو موراتا. طالت كرة الفارو موراتا وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى مستوى كرة القدم محليا خارجيا عربيا وحتى أوروبيا. كرة محاولة ملعوبة لكن إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى ركنية على يمين حارس المرمى ياسين بونو. ركنية لمصلحة المنتخب الإسباني. هذه كرة اللاعب اللي هو نيكوتي 20 سنة في قائمة المنتخب. الكرة جواد اليامق في التوقيت المناسب عن التسديد
تعود الكرة من جديد، المحاولة عرضية داخل المنطقة والرأسية ملعوبة خطيرة. مرت ولله الحمد، مرت ولله الحمد عن طريق سرابيا. هذه لا بونو وأوناي سيمون، إلى بونو وأوناي سيمون. ركلات الترجيح هي من ستحسم الأمور في الفريق المتأهل إلى الدور القادم. بالصوت والصورة أعود إلى الزملاء في المجلس مع راشد المهندي، لكن أداء كبير للمنتخب المغربي، يستحق. سيسدد الركلة الترجيحية الأولى، ويقولون غالبا من يبدأ التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة. لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون. عبد المجيد الله 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 الله. أول الأهداف في هذه المواجهة، الإسباني في مواجهة بونو، في مواجهة ياسين. ضاعت أو الإنجليزية لندن. حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم الله. سولير في مواجهة ياسين، سولير في مواجهة بونو. يلا يا ياسين، يلا يا زين، يلا يا ياسين. سولير الله 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 الله. الثالثة مفتاح التأهل، الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة يا بدر، الثالثة. لا 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 لا. بدر بنون يضيع الركلة الترجيحية الثالثة. يا زين، عيدها يا زين، عيدها يا بونو، عيدها يا بونو. طلبتك انك تعيدها يا بونو. مستحيل ياسين بونو يتصدى لركلة بوس عن طريق أشرف حكيمي. يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم. فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة، باي باي، مع السلامة، باي باي. بلا تشاو، بلا تشاو، بلا تشاو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم، في إنجاز تاريخي يسطر للعرب بأقدام المغاربة هنا في هذا الملعب. المغرب تأهلت، وصلت إلى الدور القادم لتواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري.